خطوة خطوة سوا سوا. هذا الفيديو هو أجمل هدية حصلتها من عندكم. قبل 6 شهور كان عيد ميلادي وطلبت منكم طلب أفضل هدية تقدموها لي أنه تطورون نفسكم، لذلك اليوم راح أطلق تحدي لمدة 29 يوم نختار فد شغلة ويوميا نطور نفسنا بيها. ردت أستغل عيد ميلادي بفد شي يطور الناس، وبنهاية التحدي راح نختار فائزين 2 يجون وياي بسفرة على حسابي. وانتو همينا ما قصرتوا، مئات الأشخاص شاركوا بالتحدي، كل واحد منهم طور نفسه بشغلة مختلفة، مثلا رسم، رياضة، برمجة، إنجليزي وغيرها. ومن بين مئات المتسابقين اختارينا هذول الفائزين، وقدرت أحقق أمنية عيد ميلادي، وهي أن أجيب وياي أشخاص يسافرون لأول مرة. هلا آيات. اجينا هنا للمطار نستقبل الفائزين بالتحدي، وهم مجموعة من الأشخاص أول مرة نلتقي بيهم. كانت المشاعر حماس، على توتر، على اشتياق، من باب هذول الناس احنا ما نعرفهم، بس من باب ثاني جدا متشوقين نقضي وقت وياهم بهذه السفرة. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا بنين، هلا وفلان، شلونك؟ اختيار رقم واحد. شنو الرياضيات وشنو الثاني كانت؟ أول ما طلعنا من المطار اجينا لهذا المكان الرائع باسطنبول، نتعارف وناكل ونسولف مع قليلا من التمقلج والتمرقص. وهنا وزعنا مجموعة هدايا بسيطة على المشاركين، تيشيرت على رسالة ترحيب، بس الأهم من هذا مجموعة من الخواشيق والشطلات متعددة الاستخدام، ضرورية أثناء التخييم حتى ما نستهلك البلاستيك أو الاستخدام مرة واحدة ونلوث البيئة اللي راح تستضيفنا بسفرتنا. والآن عندنا مغامرة من الصبح ويا ذولا المساكين، راح ناخذهم مكان أسأل الله يدري وين، حتى احنا ما ندري وين. محضرين لهم شغلة تجنن، تعالوا ويانا. شلون المكان؟ شو رايكم؟ خدت سفرة بيه؟ ايه. وصلنا هسه لهذا المكان الخرافي، اجينا هذا نستكشف، نلقي مكان ننصب عليه خيمنا، نبدي فعالياتنا وتدريباتنا وورشاتنا ومغامراتنا وتمقلجاتنا. محضرين برنامج استرليني حماس يقرا فول. والآن عندنا عملية نصب الخيم، هذه من أول التحديات اللي لازم يكملوها ذول الضلوع والضلعات، إنه يابا كل واحد حتى يقدر ينام هنا لازم ينصب خيمته. خلينا نشوف إذا راح يدبروهن. عبيدة وآيات يقومون بتكميل أول خيمة. صراحة تجربة كلش حلوة، إنه أنا أول مرة أجرب هذا الشيء، فأحس نفسي قاعدة في بيتي. الآن فريق التنظيم قائم من كل من أبو العز وأم المنن ومجتبى، نعمل على تحضير التايم تيبل، سوف فيهم تاريخ اليوم، وسوف نكتب الآن هنا الخطة اليومية لليوم. وبعد ما أمنا مكان السكن لازم شوية نداري بطوننا بوجبة أكل سفري على هذه الإطلالة الخرافية. وهنا بدينا بأول ورشة وتحدثنا عن أهمية تدوين مشاعرنا اليومية بمذكراتنا. خلال اليوم مش قد ناخذ صور بتليفوناتنا، بس الأفكار مالتنا صعب ناخذ لها صورة. يعني من أقلب أنا بتليفوني أوكي ذاك اليوم كنتي لابسة، ذاك اليوم كنتي قاعدة، بس ما أتذكر أنا شو بدي أفكر من قاعدة بهذا المكان. الجورنالينج إنه هو يعني بحساب بدي تاخذون صور
بس للافكار مو للشكل مالتنا. حتى المشاعر من اتذكر الشعور، اتذكر سبب هذا الشعور. من حسيت بالاكسايتدمنت، وانا اعرف بالنوت هميا بالاكسايتد، يعني بالنوت اعرف شنو هذا الشعور علاقته باي حدث معين، وهيك تحس ذاك يكون فيفيد يعني. وبعد ما خلصنا هذه الورشة الصباحية المفيدة بهذا المكان الخرافي، بدينا نستعد للمغامرة. كنت متحمس لها طول الوقت. الأشياء اللي اكتسبتها بهاي التجربة مو واحدة ولا اثنين، طبعا هواية اكتسبت. أولها السباحة اللي أساسا ما كنت متصورة إنه أنا بهالسهولة راح أتعلمها، والشيء اللي فاجأني إنه أنا أساسا كنت أقول إنه أنا أخاف من إنه أسبح، بس هذا الشيء حسيت إنه بهاي التجربة ما عندي خوف أصلا، يعني هيك انطلقت بكل شيء أحب أجربه، ماكو خوف، ما جاي أحس أساسا بأي خوف. بس بنين ما كانت الوحيدة اللي فاجأت نفسها بمهاراتها بالسباحة. بتحس نفسك خفيف لأنه أنت طايح يعني على ظهري. أنا بالمناسبة بس أكيد كل مغامرة بيها نوع من الخسائر. هاي النخوة العراقية المصلاوية الأنبارية. أكثر شيء ألهمني بهذه الفعالية إنه أغلب الجايين ويانا ما مجربين السباحة بحياتهم، خصوصا البنات، بس جيتوا بالبحر بدون خوف وكأنه صار لهم سنين يسبحون. وحرفيا الكل بدون استثناء قمزوا من هذه الصخرة اللي هي تخوف هواية ناس حتى لو عندهم تجربة طويلة بالسباحة. وبوسط كل هذا المرح والونسة والتمقلج كانت اكو هواية لحظات عميقة. كانت جيتي لهنا شبه مستحيلة، بس اجيت وفزت بالجائزة. تعرفت على ناس مستحيل انساهم بيوم. شفت نفسي انه اني كل شيء اقدر اسوي، واي هواية ممكن اني اتقنها اذا صدق صرت مثلهم. كان كل شخص من عندهم هو معلم بالنسبة لي حتى بدون ما يحكي. ابو العز قل لنا على السريع ايش جاي تسوي؟ والله حاليا جاي احضر السيشن مال الفيدباك. انا احكي بيه ان الفيدباك وهاي الامور، التواصل بين الناس وهاي الاشياء، شلون نقدر نحسن من انفسنا كاشخاص بكل مجالات الحياه. الفيدباك هيحسن كل هاي الاشياء. هاي اختصر شيء. تخيل انه صعوبة شلون راح احكي وياهم، شلون راح ابدي. اول ما فتنا المطار مرتضى ومجتبى حضرناهم هيك حضنانا، حاول هيك شوية بيدفوا. بعدين استلمنا الفريق كله، وبعدين بيناتنا نحن تعال حضنك انطيني هق وفي مال. وهنا عبيدة بدون ما يدري كان دا يسولف عن مثل عراقي قديم معروف بقوم التحاضنة ما ذلت. والحضن هنا نوعين، حضن حرفي وحضن مجازي. كمية التشجيع هذه كانت يمكن أول مرة أتلقاها، فكلش ممتن للمعتز وأبو بكر. آخر هيك 15 يوم للتحدي كان كلش مشجع. كنت بوقتها هماتي مريضة، رسائله هو وأبو بكر خلتني بوقتها مرة من المرات ظليت أبكي. والآن قعدنا من الصباحيات نتفرج هذا الشروق الخرافي، والمكان مشتعل نار الوان خرافيه. الساعة 6 الصبح بس تسوى القعدة. عبيدة شنو رأيك بالشروق؟ شقادي بس باردة. شو تحس من تتفرج هيك الشروق؟ حاليا برد. هاك كشماغ. جيب ماكو خد. سلمت كشماغ. تلفلف شلون ما كان. يلا هيك. هلا بضلعي البطل. وأثناء ما كنت بوسط هذه الخرفان البريئة أصور وألطع ويلطعون بي، تعرضت إلى هجوم وحشي غادر.
والله انا كنت اباوع عليك وكنت خايف، قلت بس هذول الكلاب يقومون عليك. والله انا كنت خايف لان كان قريب كلش على الغنم. والآن طلعت من المستشفى، تشكشكوني وزرفوني، تبهذلت، ضربوني ب4 أبر. هذا الكلب ابن الكلب عضني منه ومنه، قالوا لي اقعد خليها هيك مكشوفة 4 ساعات يلا تضمدها. رجعونا ذولا المطاية ولد المطاية، وانا محضر لهم هاي الحربة وانتقم منهم من راعيهم. هذا الكلب ابن الكلب العضني هاي انا راح الدكة سوالي ذاك يا وينك؟ تعال تعال. ها ولك، ها بطل هزمتهم. بعد ما انتصرت على هذا القطيع الجبان، رحنا بوسط الغابة بحثا عن مغامرة جديدة. وهنا البنات قرروا يسوون فد شي لأول مرة بحياتهم. خليها واحدة ضلع. بنين يلا وينك؟ شوفينا حتصعدين؟ يلا روحي. بنين شلون هاي الوضعية فوق؟ حلوة بعد اريد. بعد تريد تصعد؟ آيات فوق حيقوم يروح. شلون هاي يمك؟ والله it's amazing. سلمينا. بصباح آخر يوم قررنا نتقسم، كل واحد من عندنا ياخذ شخص وينفرد وياه حتى نسولف ونتعرف على بعض بعمق أكثر. الصراحة أني كنت ناسية فكرة إنه أكو شي سفرة. أنا اللي سويته يعني أصلاً كنت أريد أسويه، بس شفت التحدي إنه هو فرصة حتى أتعلمه. كلش مارست هاي 29 يوم بحب، يعني إنه أنا أحب هاي الشغلة اللي قاعدة أسويها، مو حتى على مود شي ثاني. شنو راح تسوين هسه من ترجعين من هاي السفرة؟ راح أبدأ أشتغل على الجانب اللي قلت لك عليه مال الفضول، إنه خلاص أنا أكو شي ببالي فالسؤال يعني قبل أروح أدور عليه وأشوف المصادر الموثوقة يعني. وأكمل من شي بدكم تحجون وهذه بالإنجليزي، وهاي أنصح عندها أتعلمها إنجليزي إيه. كلش مهم. عاشتيلك والله تيايات ابو 60 حظ. والله أعتقد مكسوب يا حظك. اوكي شكرا آيات. عفوا شكرا لك. باي باي باي. باي. والآن وصلنا إلى نهاية هذه السفرة، وهسه أني هيجي طاير من الفرح. ما كنت متخيل إنه هذه التجربة راح تجيب لي هيجي هالقد سعادة وهالقد شعور بالفائدة. عادة إن الميلاد يكون كيكات وشموع وهدايا وإحنا هيجي محور الكون نحتفل ونصرف فلوس بدون ما أحد يستفاد، بس هالمرة جربت أسوي فد شيء يفيد الآخرين. من أصلا بالموضوع أفكر إنه أكو مئات الأشخاص شاركوا بهذا التحدي وتعلموا منه، وهذول الشباب والبنات اللي جو هنا إيش قد هذا فد شيء ثمين إلي إنه أكون جزء من هذه تجربتهم ومغامرتهم. صراحة هذا الشيء ما يتعوض بأي هدية، وأنا اليوم أريد أتعهد على نفسي أنه كل سنة أحاول أستخدم هذا اليوم وهذا الميلاد في شيء مفيد للآخرين. وهمين أنصحكم تجربون هذا الشيء أنتو، يجوز راح تشوفون أكو سعادة تجيكم من تجيبون هدية وتجيبون فد شيء للآخرين بيوم ميلادكم بمكان ما تنتظرون الناس تجيب لكم. شكرا لو تفرجتوا هذا الفيديو الأخير، مع السلامة. هنا كمية الحب والطاقة والمشاعر اللي عشتها ما راح تتعوض أبد. راح أرجع أني بأضعاف هاي الطاقة وأضعاف الحب وأضعاف المشاعر. هذه التجربة كانت مليانة حب، مليانة امتنان. أنا كلش فعلا ممتنة وهيجي متروسة حب. أحس هيجي شايلة كلش حب كبير أريد أوزع على العراق من لما أرجع. فكلش شكرا، كلش شكرا.
كانت تجربة كلش مميزة انه التقي واتعرف على ناس جديدة، بنفس الوقت احس بالامان انه اعبر عن مشاعري، اواجه مخاوف بنفس الوقت. كلش غيرت من شخصيتي، كلش فادتني، طريقة تفكير كلش تغيرت. لما ارجع راح احاول اوصل كل هذه الشغلات من هذه البيئة الى البيئة اللي انا عايش فيها.